ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ لو حبينا ننشر السعاده بين الناس نعمل ايه؟ فلوس، وزع علينا فلوس. في فكرة قديمة كده بتقول إن الإنسان المفروض ما يقلقش على احتياجاته الأساسية سواء أكل، إيجار، كهرباء، غاز، وبالتالي المفروض إن الحكومة توزع على الناس Basic Universal Income أو دخل أساسي Pocket Money مصروف توزعه على الجميع حتى لو بيشتغلوا، حتى لو مش محتاجين، ومرتباتهم وفلوسهم يوفروها لتحسين حياتهم مش للأساسيات. وفي السنين الأخيرة ابتدى عدد من المشاهير والأثرياء يعيدوا إحياء الفكرة، وعلى رأسهم عم الأغنياء بيل جيتس وكبير السوشيال ميديا مارك زوكربيرج وحتى بابا روما. الناس اتقسمت لفريقين. الفريق الاول شايف ان انتوا كده بتعلموا الناس الكسل لان طالما هم هيقبضوا كده ولا كده طيب هيشتغلوا ليه. الفريق التاني قال بالعكس، الفلوس اللي جايه دي ممكن تحل مشاكل كتيره للشغل، ممكن مثلا اخد بيها كورسات اطور بيها من مهاراتي، ممكن واحد يكون انقطع عن الدراسه بسبب الشغل يرجع للدراسه تاني، ممكن لو عندي مشروع صغير او محل اطور المشروع او اجيب بضاعه، بالاضافه طبعا لتقليل الفجوه ما بين الاغنياء والفقراء ومحاربه الفقر والويل بينج او تحسين الحاله العامه للناس. فما كانش في حل علشان نحسم الجدل ده غير ان احنا نعمل تجربه ونقيس نتائجها. وفعلا ابتدى عدد كبير من الولايات والمدن في اوروبا وامريكا واسيا يجربوا الموضوع، اما بصرف المبلغ لكل المواطنين اللي فوق 18 سنه في مدينه معينه زي مانشستر في انجلترا، او باختيار عينه عشوائيه من المتقدمين 2000 3000 وتوزيع مبالغ معينه عليهم، وبتبقى مبالغ محترمه قوي يعني 1000 استرليني 600 دولار. البلد الوحيد حتى الان اللي طبق الحكايه على عينه عشوائيه من البلد كلها كانت فنلندا، اختاروا 2000 مواطن على مستوى البلد كلها وطبقوها لمده 3 سنين وادوهم حوالي 630 يورو، وجاءت النتائج كالتالي. بالنسبه للجو بتاع الكورسات وان انا هتعلم تاني وهكبر المحل والجو ده، فعارف سيادتك لما تبقى بتمتحن بتقول يا رب بس اخلص الامتحانات وهاخد كورسات الماني وهلعب رياضه وهتشقلب يعني، وفي الاخر تنام للساعه 12 الظهر. هو ده اللي حصل يعني اغلب الاحوال، ولا اتعلم ولا اخد كورسات ولا حاجه، بس اللي كان نفسه في حاجه اشتراها واتبسطوا بالفلوس. الفايده الاقتصاديه الوحيده الاكيده كانت انهم ابتدوا يقبلوا وظائف ما كانوش بيقبلوها قبل كده، حاجه بارت تايم، حاجه مرتبها قليل، من باب انها نوايا بتسند الزير، لان اساسا بقى في زير. انما لو هو معهوش فلوس خالص اكيد انا مش هنزل اشتغل شغلانه علشان اصرف كل المرتب على المواصلات، امال انا بنزل ليه؟ ولكن الفايده الاكيده اللي اتحققت وما فيهاش نقاش كانت الحاله النفسيه، الويل بينج بتاع الناس. يعني كل بقى العصبيه والقلق والاكتئاب والامراض المرتبطه بيهم، القولون والظهر والصداع والشرب والتدخين، كل ده قل. على راي عادل امام في الهلفوت، الفلوس بترم العظم زي اللحمه تمام. ولكن التجربه لسه شغاله على مستوى العالم ولسه هتعلن المزيد من النتائج. يعني المانيا مثلا المفروض ان النتيجه هيتوصلوا لها في صيف السنه دي. بس السؤال الاهم من كل ده هو ليه؟ يعني من امتى مواطن امريكاني ولا اوروبي محترم علشان حياته تتحسن يستنى فلوس ياخدها من الحكومه ايا كان مسماها؟ ما طول عمرهم علشان يحسنوا حياتهم يا بيتعلم يا بيبتكر يا بيشتغل، ليه شغله مش مكفيه وزياده؟ ربنا يجازي ولاد الحرام. تعمل الحكومة على إعادة ترشيد الدعم لإيصاله إلى مستحقيه. ترشيد الدعم، الناس اللي يستحقوا الدعم. ممكن نعمل ايه عشان نفلتر كل الناس دي ويروح بجد الدعم لمستحقيه؟ في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات ظهر جوز البوم دول ريجان وتاتشر، وظهرت معاهم النظريه التاليه. قال لك احنا هنعامل المواطن باعتباره زبون. الحكومه ما طول عمرها بتدعم الفقراء وفقراء زي ما هم، هي مصاريف على الفاضي، احنا فقرنا الاغنياء وما غنيناش الفقراء، فاحنا نقلل الدعم خالص. يعني يا دوبك تشوف المواطن هيقع كده من الجوع تبتدي تدعمه، للفقير قوي بس. قال لك الحكومه كمان ما تشغلش نفسها بالكلام ده كله، ولا بغاز ولا بميه ولا بمواصلات ولا بغيره، القطاع الخاص يشيل وخلي الناس تدفع في الخدمه ثمنها الحقيقي، احنا ما خلفناكوش ونسيناكم. والاغنياء بقى ادفعهم الحد الادنى من الضرايب. يا دي النيله، اذا ما كانش الاغنياء يدفعوا امال مين اللي هيدفع؟ لا، ما هو على راي احمد مكي فطير انت، هو مش هياخد الفلوس دي يحطها في الاتش اس بي سي، هو الكبير يتظبط في الاول وبعدين هينزل عليكم. يعني انا لما اسهل له شغله ويعمل ارباح كتير هيديك وظايف حلوه بفلوس كتير وكل الناس هتتنغنغ. وناس كتير على مستوى العالم على راسهم الاستاذ عمرو اديب شايفين ان الدعم ده هو اس كل البلاوي، وان هو ده اللي مانع الناس ان هي تنطلق. بعد السنين دي كلها ونتيجه النظريه واضحه اهي تتحدث عن نفسها، في ناس عملت ثروات طائله بس الكبير اتظبط وما نزلش على حد، الفلوس دي اتحشرت فوق، الفقر زاد والطبقه المتوسطه اتخنقت، وبقى في 1% من الناس معاها اغلب ثروه الكره الارضيه. ولما حسوا بالزمن
الذنب قالوا بس احنا نوزع على الناس مصروف علشان نحل المشكله. الخبير الاقتصادي ستيفن بريسمان حل المشكله ورد على الاستاذ عمرو اديب، قال لك انت مش بتقوم من النوم الصبح تلاقي طبقه متوسطه عندك في الشارع، لا الحكايه بتيجي بقرار. القرارات دي ايه بقى؟ الضرائب التصاعديه والانفاق الحكومي السخي على الدعم باشكاله، دعم الانتاج الزراعي بقى، دعم اغذيه طلبه المدارس، دعم للاطفال، التامينات بانواعها، التامين الصحي، المعاشات، كل حاجه. فكل ما الحكومه صرفت زياده على الكلام ده وكل ما استغلت الضريبه التصاعديه بذكاء كل ما رقعه الطبقه المتوسطه اتسعت. وارد ناس مش فقيره تاخد دعم، بس هي لو ما اخدتش دعم هتبقى فقيره. الله، يعني ودنك منين يا جحا؟ استنى ما يفتقر وبعدين ادور له على حل. افتقر ابقى نجحت ادعمه بقى. او اقول لكم في فكره احلى بكتير، احنا نديله بيسك يونيفرسال انكم. من اقوال ذكيه قليله سمعتها في الموضوع ده كانت للامير محمد بن سلمان لما قال لك احنا هندعم الطبقات المتوسطه فما دون، يعني مش لازم استنى على المتوسطه لما تبقى دون، ادعمها هي كمان. الدعم هو لاصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط. باختصار ادينا مستنيين بقيه نتائج تجارب البيسك يونيفرسال انكم، ولكن الاكيد ان حل مشاكل الناس مش بان احنا نوزع عليهم فلوس، اللي هو امسك بس يا عم، امسك علشان تكبر المحل، امسك انت صاحب عيال. الحل انك تشوف انت غلطت في ايه وتصلحه، الحل بتكافؤ الفرص. ولكن ده ما يمنعش ان انا لو اي حد اداني اي فلوس تحت اي مسمى هاخدها طبعا. شكرا يا جماعه، يا ريت ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، ومستنيه اراكم في الكومنتس. شكرا، باي باي.